يوم المزيد. فاستمع يوم ينادي المنادي: يا أهل الجنة، إن ربكم تعالى يستزيركم، فحيا على زيارته. فيقولون سمعا وطاعة، وينهضون إلى الزيارة مبادرين، فإذا بالنجائب قد أعدت لهم، فيستوون على ظهورها مسرعين، حتى إذا أتوا إلى الوادي الأفيح الذي جعل لهم موعدا، وجمعوا هناك، فلم يغادر الداعي منهم أحدا. أمر الرب تبارك وتعالى بكرسيه فنصب هناك، ثم نصبت لهم منابر من نور، ومنابر من لؤلؤ، ومنابر من زبرجد، ومنابر من ذهب، ومنابر من فضة. وجلس أدناهم، وحاشاهم أن يكون فيهم دني، جلس أدناهم على كثبان المسك، ما يرون أن أصحاب الكراسي فوقهم في العطايا. حتى إذا استقرت بهم مجالسهم واطمأنت بهم أماكنهم، نادى المنادي: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فيقولون: ما هو؟ فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار؟ فبينما هم كذلك إذ سطع لهم نور أشرقت له الجنة، فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه قد أشرف عليهم من فوقهم، وقال: يا أهل الجنة، يا الله، وقال: يا أهل الجنة، سلام عليكم. فلا ترد هذه التحية بأحسن من قولهم: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فيتجلى لهم فيتجلى لهم الرب تبارك وتعالى يضحك إليهم، فيتجلى لهم الرب تبارك وتعالى يضحك إليهم ويقول: يا أهل الجنة. فيكون أول ما يسمعون منه تعالى: أين عبادي؟ أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني؟ أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني؟ هذا يوم المزيد، سلوني فهذا يوم المزيد. فيجتمعون على كلمة واحدة: أن قد رضينا فارض عنا. فيقول: لو لم أرض عنكم لم أسكنكم جنتي، سلوني هذا يوم المزيد. فيجتمعون على كلمة واحدة: أن ربنا أرنا وجهك ننظر إليه. فيكشف لهم الرب جل جلاله الحجب
يتجلى لهم فيغشاهم من نوره ما لو أنه تعالى قضى أن لا يحترقوا لاحترقوا. فلا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حضره ربه تعالى محاضرة وناظره مناظرة، حتى أنه يقول له: يا فلان أتذكر يوم فعلت كذا وكذا؟ يذكره ببعض غدراته في الدنيا، فيقول: يا رب ألم تغفر لي؟ فيقول: يا ربي ألم تغفر لي؟ فيقول: لو لم أغفر لك لما بلغت منزلتك هذه. فيا لذة الأسماع بتلك المحاضرة، ويا لذة الأنظار بتلك المناظرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.